كده اللي هتجيلنا في الامتحان بتاع اخر السنه، واسئله بسيطه جدا. يعني انتوا هتستقبلوا ايه الهيافه اللي احنا عاملينها دي، لان دي مرحله اولى. ومرحله ثانيه اللي هيتقدم، اللي هتكسب المدرسه اللي ان شاء الله هتفوز بالمركز الاول النهارده منكم الثلاثه، هتخش على المرحله اللي جايه. المرحله اللي جايه دي هتبقى الاسئله فيها اشد شويه. المرحله النهائيه يوم 11/3 برضه هتبقى اشد، هتبقى بقى زي نظام امتحان اخر السنه. فاحنا جايبين حاجات بسيطه جدا، مش عايزين صربعه في الحل. يعني ناخد وقتنا نتشاور، وده الاهم. يعني مسابقه اوائل الطلبه الغرض منها ان احنا نتشاور، لان انا مش بنفرد بورقه، بنفرد بالورقه دي يوم اخر السنه بورقتي وببقى عايز انظف. فاحنا هنا بنقول عايزين مشاوره قبل ما نكتب الحاجه. البنت اللي خطها كويس، وكلنا عارفين خطوط بعض من الفصل، اللي خطها كويس هي اللي تكتب الاجابه بمنتهى الهدوء كده، عشان هتاخد درجه عليها. يعني هي ورقه واحده بس المدرسه؟ المدرسه، يعني كل مدرسه احنا هنقرا بمنتهى الهدوء كده السؤال بصوت واطي جدا. يعني السؤال انتوا اللي هتقروه، واحده منكم هتقراه بصوت واطي، وهنجمع الاجابه الصح ونقوم كاتبينها في الزمن المحدد. احنا هناخد لنا ساعه تقريبا في الامتحان اللي هو التحرير. بعد كده هنعمل امتحان شفوي، سؤالين لكل مجموعه. السؤالين سهلين جدا برضه، احنا بنقول ده عمليه كلها ابتدائيه، فالسؤالين هتبقى حاجه بسيطه جدا. عايزين برضه المشاوره قبل الرد، يعني نشاور كده نقول، وبعدين واحده تقوم تقف تتكلم وتقول الرد بتاع السؤال كذا. بندي الدرجه وبنجمع الدرجات دي في النهايه، والمدرسه اللي هتفوز هنقول لها مبروك، والمدرستين التانيين نقول لهم برضه مبروك ان انتوا عملتوا شغل وجيتوا عندنا وعملنا. المدرسه دي مدرستي برضه، انا اول من يوم ما دخلت التوجيه وانا في المدرسه دي، من يوم ما دخلت التوجيه هي يمكن غبت سنه واحده بس.